دكتور، انا في مرضى كتير بيبعتوا لنا بيقولوا لنا انا زمايلي مدخنين ومخلفين، اشمعنى انا عايز نبطل؟ بص يا محمد، انا دايما بقول لكل المرضى ان مش كل الحالات زي بعض. يعني ايه مش كل الحالات زي بعض؟ يعني هو مش الخصوبه بتاعته هو فقط لا غير، ده بيتدخل في موضوع الخصوبه بتاع مراته كمان. ممكن زميلك ده تبقى الخصوبه بتاع مراته عاليه جدا، فعشان كده بيحصل معاه حمل حتى لو التدخين مأثر على الحيوان المنوي بتاعه. طيب بالعكس، ممكن الخصوبه بتاع زميلك نفسه تبقى درجه الخصوبه عنده هو اعلى منك انت بكتير، فبالتالي تاثير التدخين على الحيوانات المنويه عنده اقل من عندك، فعشان كده ربنا بيكرمه وبيخلف. دايما بقول للمرضى مثال تاني بسيط خالص: انت ممكن تاخد مضاد حيوي يبقى عندك الماده الفعاله بتاعته جسمك عنده حساسيه منها فما ينفعش تاخده، لكن زميلك ده ياخد نفس المضاد الحيوي مفيش اي مشاكل خالص. فالموضوع كابل فيرتيليتي هي خصوبه زوجين اكتر منها خصوبه شخص فقط لا غير بعينه. طيب التدخين مؤثر؟ طبعا مؤثر. هل هو سبب لمنع الانجاب؟ هو احد اسباب الرئيسيه جدا لتاخر الانجاب، لان هو بيزود المواد المؤكسده والضاره اللي بتسبب ضعف في خلايا الخصيه وضعف في الانتاج، وبتقلل جوده الحيوانات المنويه وقدرتها على الاخصاب وحدوث حمل.